السلام عليكم شيرات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم بنة زمان مقروط معسل، مقروط المقلاة معسل مرمل يذوب في الفم مع مقادير مضبوطه. ان شاء الله تسيوه ويعجبكم، يعني ما فيه لا فرينه لا والو، سميد 100%. هنايا كان عندي 5 كيلو تاع السميد مولا كما راكم تشوفوا الخاشن. درت 5 تاع الساشيات، في كل ساشيه نديرو علبه تاع دهان. انا جبت 5 تاع الدهان، درتهم في طاوه وبدا دوبتهم وخليتهم يبردوا. هنا السميد ندير لها شويه تاع الملح ونضيفوا عليه هذاك الدهان. وكما راكم تشوفوا انا 5 كيلو تاع الدهان هذوك تاع 250، درت نص كيلو تاع الزيت. يعني الزيت هو اللي غادي يخليه مرمل، واللي دير غير كيلو كما قلت لكم دير 3 مغارف تاع الزيت. الزيت هو اللي غادي يعطيه واحد القوام يعني شباب. كما قلت لكم انا هنا دايره كميه كبيره، نتوما سيو بالكيلو. هنا خليته ليله كامله بات. الغدوه من داك جبته يعني حليته عاودت فركته ودرت شويه هنايا في هذا البول، ودرت الماء والمازهر وراني نخلط فيه. كما راكم تشوفوا راني نبسس فيه. انا نعرف الميزان صح. نتوما جيبوا السميد تاعكم ديروا شويه وخلطوا بصباحكم الماء، ديروا الماء وقعدوا تفتلوا شغل فيه وخلوا 10 دقائق يريح، ومن بعد ولوله. لا لقيتوا له متماسك وقابض روحه كما راكم تشوفوا صايبدوا تخدموا فيه، ولا لقيتوه عاود نشف زيدوا له الماء. يعني كميه الماء ما تكتريلهش وما تنشفيش، كنت كتري له يجيك يابس وكنت نشفيه يجيك يتفتت. هكا نديروا حربوش، نحلوا التمر في الوسط ونجيبوا الطابع ونقعدوا نطبعوا. يعني هذه عمليه سهله بصح في الحربوش تاعك توجور زيري كي ديري التمر فيه الداخل، يعني زيري بصباعك غايه باش ما ينتحلكش كما قلت لكم في المقله. وكميه الماء حرصوا كما قلت لكم، ديروا شويه تاع الماء خلوه ينشف وعاودوا ولوله. لازم كي ديري كره وتحلي بصباعك تحسيها مقبوضه بصح تتفتت لك في نفس الوقت. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هكا نقسموا الحبات تاعنا، يعني نروحوا بهذا الشكل نديروا الحربوش ونقعدوا حتى نكملوا الحبات تاعنا. من الاحسن حتى تكملوا الحبات عاد تبدو تقلوا فيها باش تكونوا نشفوا لكم الحبات الاولى ويكونوا شربوا لكم غايه. انا هنا هذا الحربوش الزهوش تبغوا ديروا تساعده العمليه الاولى قطع عادي يقلع الحوايج يديرها لي تساعد هذه العمليه. وديروا التمر في الوسط، بلعوه وزيروا بيضاء والطبع تاعنا طابع تبعوه. كما قلت لكم كميه الماء مهمه جدا. الماء لازم تشمخوا باش ما يطيحوش في الغلطه باش ما يتفتتكمش. انا جبت الزيت اللي عندنا، الزيت تاعي حميته من بعد درتها على ما عندهاش دير كيفي. وراني نهودوا الحبات غير بشويه، نخلي الحبات غير نحطهم ما تحركيهم ما والو، خليهم حتى يتقلوا ويطلعوا فوق الزيت. هنايا حمليهم ونقصوه وخلوه يطلع على خاطر تقويش النار عليه الداخل. حمي الزيت ومن بعد نجيكم شباب ومرمل بدون اضافه وخليه يتقلى المقروض ما يجيش فيه الفرين. الحبات غادي كان نقليهم مع بعض ونجيبوا الزيت بارد تاع زمان. الاضافه اللي هي الزيت تاعنا يكون حامي الهشاشه، يعني خرجوه من 5 مغارف في كل كيلو زيت. كما راكم تشوفوا الحبه تاعنا راهي يبان في الشكل تاعي اللي مرمل ويجي يتفتت. خرج والفيديو ندير حبه يجي يتفتت ويجي بنين. انا هنايا 5 كيلو تاع انا كميه المازهر انا في القرعه تاع المازهر تاع البلو نخلطها مع زوج تاع لي كميه كبيره تاع الماء وتشد لي مده اطول. ندير بها البحلوه وندير بها المقروط تاعنا وجد. ان شاء الله تكون عجبتكم المقروط تاعنا وجد. ان شاء الله وخبركم جربوا ونلتقوا في الوصفه. خبروا في الكومنتات. مع السلامه.